يوما ما التقى عدد من الأطفال في حديقة الحي. بدأوا يتحدثون عن أحلامهم وأمنياتهم، وكانت كلماتهم مليئة بالأمل والتفاؤل. وفيما بينهم كان هناك صبي يدعى علي، كان يحلم بالحصول على كتاب سحري يمكنه تحقيق أي أمنية، لكنه لم يكن الوحيد، فقد كان كل الأطفال يتمنون الحصول على هذا الكتاب العجيب. صرخت فاطمة بفرح: أنا أحلم بأن أصبح رساما مشهورا. أضاف يوسف: أريد أن أصبح ممثلا شهيرا. صرخ عبد الله: أتمنى أن أصبح عالما شهيرا في المستقبل. قالت لينا بابتسامة: أنا أتمنى أن يكون لدي حديقة كبيرة مليئة بالزهور والفراشات الجميلة. وكل واحد من الأطفال كان لديه أمنية مختلفة، ولكن الشيء الذي يجمعهم جميعا هو أنهم يحلمون بالحصول على الكتاب السحري الذي يمكنه تحقيق أي أمنية. بدأ الأطفال بتحديد أحلامهم وتحديد الخطوات التي يجب اتباعها لتحقيقها، وقد قسموا هذه الخطوات إلى خطوات صغيرة ومنطقية يمكن تحقيقها بسهولة. ومن خلال هذه الخطوات بدأوا في التحرك باتجاه أحلامهم. بدأ الأطفال في دراسة الكتاب والتحقق من محتوياته، وكانوا يتعاونون معا لحل الرموز والألغاز الموجودة فيه. كان الكتاب يتحدث عن كيفية تحقيق الأمنيات، وكانت الطريقة تتطلب الصبر والإيمان والتفاني. قام الأطفال بمتابعة التعليمات الواردة في الكتاب بحرص ودقة، وبدأوا في التركيز على أمنياتهم والتفكير في كيفية تحقيقها. ومع مرور الوقت بدأوا يلاحظون تغييرا في حياتهم، حيث بدأت أحلامهم تتحقق ببطء. بدأت فاطمة بالتعلم بفن الرسم، ويوسف بدأ في المشاركة في العروض الفنية المحلية، وعبد الله بدأ بالعمل بجد لتحقيق حلمه في أن يصبح عالما شهيرا. ولينا بدأت في زراعة حديقة صغيرة في منزلها، ومع مرور الوقت أدرك الأطفال أن الكتاب السحري لم يكن يحقق أمنياتهم بشكل سحري، وإنما كان يعلمهم كيفية العمل بجد والإصرار على تحقيق أحلامهم. وبفضل جهودهم وتعاونهم معا تحققت أحلامهم وأصبحوا أكثر سعادة وثقة بأنفسهم. والآن يا أحبائي الأطفال، ماذا نتعلم من هذه القصة الرائعة؟ نتعلم أن تحقيق الأمنيات فقط بالجد والاجتهاد والصبر والعلم